مرحبا بكم. كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن مفاجأة سارة للترجي الرياضي التونسي بسبب بطولة دوري السوبر الافريقي في نسختها الاولى. المقرر ان يكون الفريق الاحمر والاصفر احد ابرز الفرق المشاركة فيها. وحسب مصدر بالاتحاد الافريقي لكرة القدم ان الكاف قرر اعفاء الاندية المشاركة في بطولة السوبر الافريقي من لعب الادوار التمهيدية في بطولتي دوري الابطال الافريقية والكونفدرالية الافريقية في الموسم الجديد. وتعد الاندية الاعلى تصنيفا المشاركة في بطولة دوري السوبر الافريقيا سوبر ليج هي الاهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي الرياضي التونسي، سان داونز الجنوب افريقي، إنيمبا النيجيري، وسيمبا التنزاني، بيترو اتليتيكو الانغولي، ومازيمبي الكونغولي. هذا وكان اكدت اداره الترجي في وقت سابق عن المشاركه في دوري السوبر الافريقي بالموسم الجديد بالتزامن مع المشاركه في بطوله دوري ابطال افريقيا ان تمكن الفريق من حجز مقعد في هذه المسابقه، خاصه وان الترجي مطالب بالفوز بثلاث مباريات المتبقيه من مرحله التتويج من الدوري التونسي من اجل ضمان المشاركه في المسابقه. وستقام القرعه الخاصه بالبطوله في شهر جويليا المقبل في تنزانيا، وتنطلق البطوله في الفتره من 17 اكتوبر حتى 30 نوفمبر المقبل. وما دمنا نحكيه على المسابقات الافريقيه، احتل الترجي المركز الثاني في ترتيب فريق القرن 21 في افريقيا ب 67 نقطه، خلف الاهلي المصري المتصدر واللي يمتلك 109 نقطه. وكان ترتيب العشر الاوائل كالاتي، مع الذكر ان هذا الترتيب يخص 23 سنه التي مرت: الاهلي المصري 109، الترجي 67 نقطه، مازيمبي 63.5 نقطه، النجم الساحلي رابعا ب 58 نقطه، الوداد البيضاوي 49 نقطه، الزمالك سادسا ب 40 نقطه، الرجاء 38، سان داونز 33 نقطه، النادي الصفاقسي تاسعا ب 31 نقطه، بيراميدز عاشرا ب 31 نقطه. من موضوع المسابقات الافريقيه نرجع نحكيه على اخبار ميركاتو الترجي واخر التطورات. الترجي ينافس الاهلي والزمالك على موهبه جزائريه. ذكرت مصادر صحفيه جزائريه ان الترجي الرياضي التونسي مهتم بالتعاقد مع جناح شبيبه القبائل الجزائري كسيل ابو علي الذي يقدم موسما كبيرا مع فريقه. وذكرت صحيفه كومبيتيسيون الجزائريه ان الترجي ينافس الاهلي المصري والزمالك من اجل الفوز بتوقيع اللاعب الذي يجيد اللعب على الرواق الايسر والايمن، كما يمكنه اللعب كمتوسط ميدان هجومي. وذكرت الصحيفة أن الأهلي المصري ينطلق بحظوظ وافرة للفوز بخدمات اللاعب الذي يمتلك عروضا فرنسية من سانت تيان ونونت، ولكن القوة المالية للأهلي ترجح كفته في الصفقة المنتظرة. إذا متابعينا الكرام، هذه الموهبة الجزائرية، هذا اللاعب يعني لاعب فنين ممتاز، لاعب يحذق اللعب كما قلنا في عديد المراكز الهجومية. ولكن أنا شخصيا لا أحبذ قدوم هذا اللاعب، خاصة اللاعبين الجزائريين اللي شفنا في المواسم الأخيرة أن لقينا معهم برشا مشاكل، خاصة من الناحية الرياضية وكذلك من الناحية القانونية، كما شفنا الياس الشتي، عبد القادر بدران، كلهم صارت معهم مشاكل. صحيح ينجم اللاعب ينجح في الترجي الرياضي التونسي ويقدم الإضافة، ولكن من المستحسن أن معاش نغلطوا نفس الغلطة. وفي سياق متسلط، قدمت إدارة نادي الشباب بالوزداد الجزائري بعرض رسمي لإدارة الترجي الرياضي التونسي من أجل شراء عقد النيجيري إيوالا إثر نهاية فترة إعارته مع الفريق الجزائري. وبلغت قيمة العرض الجزائري ب 300,000 دولار، أي ما يعادل 920,000 دينار تونسي، كما حكينا في فيديو سابق وقلنا أنه شبيبة القبائل يعني مصر على انتداب إيوالا. الفريق الجزائري زاد لقى الرفض من خاصة من رئيس النادي السيد حمدي المدب، واللي يرغب في عودة المهاجم النيجيري إلى صفوف الترجي الرياضي التونسي. لما قدموا هذا الموسم مع شباب بالوزداد ظهر مردود جيد، ما قدمش حاجة كبيرة ولكن خذا فترة لعب أكثر، وكان شارك في كل المباريات مع الفريق في المسابقة الافريقية وفي البطولة الجزائرية المحلية. امكانية عودة إيوالا واردة جدا كما حكينا في فيديو سابق، قلنا انه باش يرجع الاسبوع القادم، ولكن اصرار النادي الجزائري ربما يعني يخلي اللاعب يعاود التجربة في الجزائر، خاصة انه الترجي الرياضي التونسي كما تعرفوا قانون الاجانب اللي باش يكون في الموسم القادم، يعني الترجي ما ينجم يكون عنده كان 4 لاعبين اجانب. قد يفكر الاطار الفني والمدير الرياضي وكذلك إدارة الترجي في التفريط في اللاعب النيجيري من أجل فسح المجال لانتدابات أخرى، خاصة أنكم تعرفوا الناس كل أنه الترجي الرياضي التونسي مش يتخلى تقريبا على كل الأجانب اللي يمتلكهم باش يعاود ينتدب لاعبين آخرين.
نختم فيديو اليوم بمفاجأة في صفقة بن رمضان لإدارة الترجي. أقدم محمد علي بن رمضان اللاعب الدولي التونسي على خطوة مميزة تجاه فريقه الأم قبل تفعيل بنود اتفاقه مع فريق فاروش المجري، إذ قرر شكشوك التنازل على مستحقاته المتخلدة للفريق، كما سيوفر قسطا من العائدات المالية لصفقة انتقاله، رغم أنه في حل من كل ارتباط بعد نهاية عقده مع الترجي الرياضي التونسي. شيء من مأتاه لا يستغرب، لاعب ذو أخلاق عالية، لاعب قدم الكثير للترجي الرياضي التونسي، تحصل على 5 بطولات في الدوري المحلي، ما تحصلش للأسف على بطولة إفريقيا، ولكن اللاعب أعطى برشا للترجي الرياضي التونسي، وخير أنه يخوض تجربة احترافية جديدة مع الفريق المجري. نتمنى له التوفيق. شكرا على هذا التصرف من محمد علي بن رمضان تجاه فريقه الأم، عكس برشا لاعبين يتنكروا للترجي الرياضي التونسي عند خروجهم، أو يعني ناس تشكي بالترجي الرياضي التونسي من أجل مستحقاتهم. هذا ولد الترجي ويبقى ولد الترجي، وإن شاء الله نشوفوا محمد علي بن رمضان كما قلت لكم في أعلى المراتب. محمد علي اليعقوبي أيضا يغادر بعد سنوات عديدة قضاها في حديقة حسان بالخوجة وتتويجه بعديد البطولات المحلية والقارية. دالي ينتهي عقده بصفة رسمية يوم 30 جوان 2023. وتفيد آخر الأخبار أن اللاعب توصل لاتفاق نهائي مع إدارة الترجي على عدم تجديد عقده لتكون وجهته الأقرب فريق مستقبل المرسى الصاعد حديثا للرابطة المحترفة الأولى، والذي تعاقد نهاية الأسبوع الماضي مع المدرب خالد بن يحيى. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.